السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم حسين الخزرجي. قبل ما نبدأ بتفاصيل الأخبار الخمسة العاجلة التي وردتنا الآن، منها خبر للمفسوخة عقودهم والمفصولين والمستقيلين من وزارة الداخلية، وأيضا خبر عن وزارة التربية والتعليم العالي وغير ذلك من الأخبار المهمة بعموم العراق. أرجو الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيه ليصلك كل ما انشر أول بأول، مع لايك ومشاركة الفيديو ليصل أكثر عدد من المتابعين للفائدة. أخوان، شارك هذا الخبر، شارك هذا الفيديو حتى الناس تستفاد. الله يحفظكم، سهل أمور الناس، صدق بالله العظيم أتعهد لك الله يسهل أمورك. أيضا قناتكم الثانية أرجو الاشتراك بها. واحد عنده سؤال استفسار خلي راسلنا عليه، الحسابات موجودة في صندوق الوصف. ابقوا معنا. الخبر الأول: بعد خروج عشرات المتظاهرين من الفاحصين والمفسوخ عقودهم في وزارة الداخلية، صرح مدير عام الموارد البشرية في الوزارة اللواء الركن رحيم هاشم محمد بأنه عمل تشكيل لجنة بأمر معالي السيد وزير الداخلية بالنظر لعودتهم إلى وظائفهم بعد تسليمهم إلى البرلمان العراقي لإدراجهم في الموازنة المقبلة. ابقوا معنا لسماع التصريح الذي أدلى به اللواء الركن رحيم هاشم محمد. واحنا بانتظار التخصيص المالي والدرجه الوظيفيه والملف. انا طلعت متظاهرات متبرعا، يعني لهم اريد اشوفهم واشوف مشاكلهم، طلعت ووعدتهم، وكان هذا في رمضان راح نشكل لجنه وتروح الى مجلس النواب، وشكلت لجنه بامر السيد الوزير، ورحنا ورئاسه الوكيل الاداري السابق وسلمنا الملف للمستقيلين والفاحصين والعقود، كله سلمناه الى لجنه الامن والدفاع النيابي. وزارة الداخلية ما عندها مانع انه منتجينا هذا ضمن الموازنة، احنا وعدناهم، وانا شخصيا قلنا لهم ما يطول عندنا الامر 3 ايام نصدر ويباشرون. فكل هالامور متعلقة بالدرجة الوظيفية والتخصيص المالي، وشكل لجنة ورحنا وقعدنا وناقشنا وقلنا حقوقهم وطالبنا لهم مثل ما نطالب بنفسنا. فمو معناه انه اللي يطلع حتى يشوف همومهم واشوف مشاكلهم اطلع احنا والله وعدنا وكذا. وعدنا احنا اكو موازنات، اكو وزارة مالية تخصص الدرجة هاربين والكذا اللي رجعوا ل 83,000 واحد وينذكر يباشر. أخواننا الأعزاء، المفسوخة عقودهم والمفصولين والمستقلين وزارة الداخلية مثل ما سمعت تصريح السيد اللواء الركن رحيم هاشم محمد بخصوص موضوعكم. يعني إن شاء الله على الموازنة راح يتم إطلاق مباشرتكم إن شاء الله وترجعون إلى وظائفكم. ننتقل إلى الخبر الثاني. الخبر الثاني: غاضبون يطردون اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث في الحكومة السابقة خلال زيارته إلى شارع المتنبي. ابقوا معنا لمشاهدة الفيديو. شارع كلهم حرامية، كلهم حرامية، شارع كلهم حرامية. وفي خبر آخر: شرطة ميسان تلقي القبض على شاب مواليد 2000 ينتحل صفة طبيب مرتديا الزي الطبي في مستشفى الصدر بمحافظة ميسان جنوب العراق. أيضا بالصور ضبط مطبعة نقود مزيفة في منطقة الشالجية ببغداد وبداخلها 13 مليار دينار 23,000 دولار. الخبر الثالث: البرلمان يعقد جلسته غدا وقانون الاقتراض يتصدر أعماله. أخوانا أعزائي الموظفين بصورة عامة، باكر الحاسمة، إذا تم التصويت على قانون الاقتراض راح يطلقون رواتبكم خلال هذا الأسبوع،
وإذا لم يتم التصويت على الاقتراض راح تنتظرون إلى أشهر آخر، 5 أسابيع أكثر، الله أعلم ما أعرف. بس إن شاء الله باكر يصوتون على قانون الاقتراض حتى يطلقون رواتب مالتكم إن شاء الله. طبعا إذا طلقوا رواتب أول الوزارات راح تستلم الداخلية والدفاع والصحة للعلم. وأيضا في خبر آخر، جهاز الأمن الوطني في البصرة يعلن إحباط عملية تهريب 25,000 هاتف نقال ومئات الكاميرات قادمة من إحدى الدول العربية حسب البيان. تحياتنا إلى جهاز الأمن الوطني الأبطال، الله يبارك بكم ويحفظكم إن شاء الله. وأيضا في خبر آخر من وزارة الداخلية، وزارة الداخلية فريق تحقيق متخصص بشأن حادث مقتل أحد المتظاهرين في البصرة بالتزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة، سيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للرأي العام. ألف رحمة ألف رحمة على شهداء العراق جميعا، إن شاء الله تبين الحقيقة، دم المسلم ما يضيع، والله العظيم ما يضيع. ننتقل إلى الخبر الرابع. الخبر الرابع، وزارة التربية تحديد يوم الأحد الموافق 15 من شهر تشرين الثاني الحالي لعام 2020 الموعد التشخيصي المستوى الأول للمتقدمين في مدارس الموهوبين. الاختبار سيكون إلكترونيا في تمام الساعة 9 صباحا، ويشمل تلاميذ الصف الرابع الابتدائي لجميع مدارس الموهوبين وطلبة الصف الأول المتوسط في محافظات ميسان وذي قار ونينوى. أخواني الأعزاء، بالأحد 15 بالشهر، بهذا الأحد اللي يجي، يعني مو باكر الأحد وإنما الأحد الآخر تمام الأسبوع الآخر، بموعد الاختبار الموهوبين راح يبدأ الاختبار من الساعة 9 صباحا. تمام أخوان، أي واحد عنده استفسار بخصوص هذا الموضوع خليه يكتب لنا بالتعليقات أو يراسلني، هو الخبر واضح ما يراد الشرح أخواني الأعزاء. أيضا ننتقل إلى خبر خامس وهو الأخير. الخبر الخامس، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي حيدر العبودي، هيئة الري والوزارة قررت إعلان بدء التقديم المباشر للدراسات المسائية من قبل الجامعات والكليات والمعاهد على وفق الضوابط المقررة، وأن السقف الزمني للتقديم سيستمر شهرا واحدا ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 10/11، وأن الجامعات ستتولى تحديث دليل أقسام الدراسة المسائية وإعلانه في مواقعها الرسمية، وأن مجالس الجامعات مخولة بتخفيض الحدود الدنيا معدلات القبول بما لا يزيد عن 3 درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة. أخواني الأعزاء، طبعا بدأ التقديم على الجامعات والكليات والمعاهد المسائية، اللي يحب يقدم التقديم راح يبدأ يوم 10/11 تمام، يستمر لمدة شهر. لمدة شهر أخوان، أي واحد يريد يقدم خليه يراجع أي الكلية اللي يريد يقدم عليها مسائي من يوم 10/11. بالتوفيق للجميع والنجاح بحق محمد وآل محمد. هذه أهم الأخبار التي وردتنا الآن، انتظرونا بأخبار جديدة لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحياتي أخوكم حسين الخزرجي، في أمان الله وحفظه.